الله يا الدنيا، هذا فيديو حطيته في 3/7/2023. الفيديو عجيب، بخليكم تشوفون جزء منه، ولكن القصد عشان تفهمون شلون الاستثمار قاعد يصير وشلون تستثمر. هذا الفيديو تكلمت فيه عن شركة ابل ووصولها لل1 تريليون وبعدين وصولها لل3 تريليون. شوفوا الفيديو، بقول لكم المفاجأة بعد الفيديو. في عام 2018 في شهر 8 ابل تصل الى ان تكون اول شركة بالبورصة تصل ل 1 تريليون دولار قيمة سوقية. الناس هني قالوا خلاص الشركة ما راح تكبر زيادة لان هذا رقم قياسي، يعني مستحيل. في عام 2020 شهر 8 الشركة وصلت الى 2 تريليون دولار. نفس الكلام قال ان هذا رقم قياسي ومستحيل في شركة توصل، لان هي اول شركة توصل هذا الرقم. قبل 3 ايام الشركة وصلت الى قيمة سوقية 3 تريليون دولار وتعتبر اول شركة تحقق هذا الرقم. فسؤال، هل الأربع تريليون قادمة؟ احنا نلاحظ ان كل سنتين قاعد تطق التريليون. هل 4 تريليون قادمة وبسهولة، ولا خلاص هذه قمة مثل ما قالوا بعض الناس؟ شفت الفيديو قبل سنة و3-4 شهور. اليوم لو انت في مع ذاك الفيديو واستثمرت في ابل، انت اليوم ربحان 25% تقريبا. اليوم ابل على اعتاب ال4 تريليون دولار، وانا ذكرت بالفيديو نفسه، قلت هل تتوقعون ان ابل توصل 4 تريليون دولار؟ وقلتها وقتها، قلت يمكن تاخذ لها سنتين، لان السنوات اللي طافت او وصولها لل1 تريليون و2 و3 كانت كل سنتين تقريبا او كل 3 سنين. العجيب انه وصلت باسرع من سنتين، وصلت بسنه و4 شهور تقريبا. اليوم ابل 3.9 تريليون وهي على اعتاب ال4 تريليون دولار، وراح تكون اول شركه توصل لهذا الرقم تقريبا. ما ابي اقول لك قبل سنوات لو استثمرت وقت الفيديو اللي انا تكلمت فيه، انت اليوم زايد راس مالك 25%. الفكره من وراء الفيديو ان الاقتصاد قاعد ينمو ويزيد ويكبر، والشركات كل ما لو تكبر، فلا تروح بخيالك ان الموضوع انتهى وغيره. اذا الشركه زينه توقع انها راح تروح ابعد من كذي. فخلنا نخش الفيديو هذا الحين اللي قاعد اسولف معاكم فيه حق الفترات الجايه. هل تتوقعون ان ابل توصل الى ال5 تريليون دولار؟ ومتى راح يكون هذا الموضوع؟